هذا مكانه هون، مكانه الطبيعي، وهذا كمان مكانه هون، مكانه الطبيعي. مكانهم مو في ريال مدريد. انا اسف ولكن هدول الاثنين مكانهم مو في ريال مدريد. هذا هو مكانهم الطبيعي. اطلع من مدريد يا مبابي، اطلع اطلع. اول ثلاث جولات تعادلين، 5 نقاط، 4 نقاط بيننا، 5 نقاط بس جبنا 4 نقاط بيننا وبين برشلونة. الله يضيع تعبكم، الله يخزيكم يا مدريد. امبابي نحس، امبابي لعنة، امبابي فاشل. اطلع اطلع، الله يخزيكم. ولكم شو هذا اللي بخزي؟ ولكم لعبوا، ولكم برشلونة اسلام بيلعبوا بروح، ولكم انتم بتخزوا، كلكم بتخزوا. دفاع هجوم كلكم بتخزوا. الزلمة الوحيد فيكم هو كورتوا. الله يخزيك يا مبابي، يا مبابي يا فاشل، يا فاشل، يا ولكم ضحكتوني. الله يخزيكم. ولكم ايش فيه؟ 4 نقاط لسه اول 2 جولات، 4 نقاط بيننا وبين برشلونة. يا فضيحتك، يا فضيحتك يا مدريد. ولكم اول 3 جولات تتعادل مرتين، لا اسمع المات. الله يخزيك يا مبابي، الله يخزيك. اقولك ارجع على باريس، ارجع على باريس، بدناش اياك، ارجع. تعادل امام لاس بالماس، تعادل امام مايوركا، ومع بلد الوليد باداء زباله ربحنا 3-0. الله 4 نقط من اصل 9، 4 نقط من اصل 9 قدام خصوم المفروض انا انفضهم 15 جول، مسجل عليهم 5 جوال واكل منهم فعليا جولين وطالع ب5 نقط من اصل 9. شو احكي؟ باينته الدوري بده يروح من قبل بدايته. لسه ما اجاني بيتيس، لسه ما اجاني فياريال، لسه ما اجاني اشبيليا، لسه ما اجاني سوسيداد. لساتني قدام الطرايا، واحد مركز 18 وواحد مركز 16 وواحد مركز 12. هدول يمكن ينافسوا على الهبوط باخر الدوري. هارد لك جمهور ريال مدريد، هارد لك للناس الفخمه اللي بتفهم كرة قدم، لك والله لا يسامح، الله لا يسامح اللي كان السبب. تعادل ثاني والفارق بصير 4 نقاط بيننا وبين برشلونه. اوكي بعدنا بدايه الدوري، بس بين ما يندمج الفريق معلم قديش نخسر نقاط. انا اليوم اللي شفته فرديات فقط، يعني الشوط الثاني الفريق اتحسن فرديا بس. انانيه مش طبيعي. فينيسيوس جونيور معلم عايش لدور الشعرات اللي عامل لي اياها، عايش بتسريحته. انانيه مفرطه جدا، اللعيبه صارت تلعب بشكل اناني، كل واحد بده يسجل على كيفه. فينيسيوس اليوم مستهتر. ابراهيم دياز الشوط الاول خسر كثير طابات، مش ابراهيم دياز اللي بنعرفه. تشواميني بالشوط الاول كان تايه ضايع، مو عرفان الله وين حاطه، بطيء جدا. الشوط الثاني لما بلش شارك باللعب كان احسن بشوي. فالفيردي خلينا نقول احسن السيئين، فالفيردي ولوكاس فاسكيز. اندريك نزل 5 دقائق خلى لك فرصتين 3. كان مبابي بعده تايه ضايع، فريق سيء جدا. خلينا نشوف، بركي بكره بنزل فيديو طويل بنحكي عن كل المشاكل اللي صارت. يعني رايكم في التعليقات على مدريد. مستحيل والله العظيم مستحيل، راح اموت قهراني، اقسم بالله العظيم راح انجلط من هذا الاداء السيء جدا. انشيلوتي تسوي عن خاطر الله، شنو هذا الاداء السيء جدا؟ ماكو يا اخي لا دفاع لا هجوم، يعني الهجوم من عندنا من احسن اللاعبين في العالم، ما يقدرون يسجلون هدف. خاطر الله، امبابي ايش بيك؟ راح مدينك ايش بيك؟ امبابي حرك نفسك، فينيسيوس منا الجهه اليسرى كلها، كل اللاعبين يروحون على الجهه اليسرى، ايش بيكم؟ ماكو هجوم، ماكو قلوب، ما ادري والله العظيم ما ادري جالس يصير بريال مدريد. انشيلوتي لازم يتدخل سريع، لازم يلقى اقصى سرعه حل. ريال مدريد اداء يخوف، راح نخسر الدوري بهذا الاداء السيء. لازم ريال مدريد يعود، احنا ملوك اوروبا، افضل نادي بالعالم. لازم نلقي انشيلوتي يلقي باقصى سرعه حل ويرجع ريال مدريد الوضع الطبيعي. والله العظيم راح اجلط، مستحيل اللي جاي يصير، والله العظيم مستحيل. الموضوع اكبر من انسجام لاعبين خط هجوم ريال مدريد، في انانيه مفرطه من هاي اللاعبين. ريال مدريد عم يضيع 4 نقاط من اول 3 جولات، في عقم بهجوم ريال مدريد، ودفاع ريال مدريد عم يضرب بسهوله. لسان حال كل جماهير ريال مدريد، ما بدنا ولا لاعب جديد، جيبوا لنا كروس بس. ما بعرف كيف بدي اوصف المباراه، بس مش هذا ريال مدريد اللي كنا عم نستنى نشوفه. هارد لك جماهير ريال مدريد. التقليل من الشخص اشي والانتقاد اشي ثاني. بالنسبة لريال مدريد مع أنشيلوتي خلينا ننتقده. لا حد يطلع يقول لي السنة الماضية جاب لنا دوري أبطال ونسيت شو ساوى معك أنشيلوتي. على عيني وراسي بنحترم هذا الاشي، بس ولكن كمشجعين كرة قدم نحن أولاد الحاضر، يعني ما بينفع إذا جاب لنا دوري الأبطال يقدم مستوى غير مقبول هذا الموسم. حدا حاس من مشجعين ريال مدريد بأنه في شكل هجومي لريال مدريد؟ ما في.
لمسات مدرب بتحس بأنه أثناء التمارين بيعطيهم خطط تكتيكية لحتى ينفذوها داخل الملعب. ما فيه. اللي عم نشوفه من فريق ريال مدريد هو عبارة عن اجتهاد شخصي فقط. يعني حسب مجريات المباراة بتيجي الطابة لفينيسيوس بيبدع، لمبابي بيبدع، وهكذا. بينما ما شفنا اشي عم يعملوا أنشيلوتي تكتيكيا في هجوم ريال مدريد، ما عم نشوفه نهائيا. ناهيك عن أداء بعض اللاعبين السيء، أمثال تشواميني يلي مش قادر يخرج طابة، أمثال فالفيردي يلي هم أصلا مش خرج يلعبوا وسط لحتى يستلموا ويسلموا، هو لاعب من انطلاقه. وناهيك عن ميليتاو اللي أداؤه بطيء، روديجير البطيء، مندي الضايع، فاسكيز لولا صناعته للهدف الميت، كارفخال المتوفي، امبابي بجوز هاي أفضل مباراة له، ليس لأنه جري على ريال مدريد وهو بدنا إياه يصير لاعب، لا 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 لا، بس ولكن اليوم قدم مستوى طيب. أندريك ب5 دقائق قدم مستوى طيب. ريال مدريد بداية بنعرف غير موفقة، ودائما ريال مدريد بداياته صعبة، بس مش بهذا السوء. ما في اشي ببشر بالخير. سيبايوس رغم بطئه ولكن أحسن من نص لاعبين خط الوسط في ريال مدريد حاليا. عمين نعتمد على مودريتش اللي عمره 38 سنة وراح يعتزل. ريال مدريد بحاجة لاعب وسط يبني هجمة بديل كروس. رودري هو الحل المناسب. عودة كامافينجا ما بنعرف إذا قادر يعوض أو لا. مكان تشواميني مفقود. حلقات مفقودة في ريال مدريد. تعادل آخر، خسارة 4 نقاط من لاس بالماس خارج الأرض. اتسع الفارق مع برشلونة. ليس نهاية الدوري، العبرة بالخواتيم نعم، بس ولكن أنا كمشجع بدي أشوف 70% من أداء ريال مدريد يلي بده يفرحني. هلا مدريد دائما وابدا، هلا مدريد إلى ما لا نهاية. السلام عليكم. ريال مدريد بيتعادل مع لاس بالماس بصعوبة بالغة 1-1، وانت قاعد بتتفرج على الماتش بتقول ان ريال مدريد مش عارف يجيب جون. في صعوبة كبيرة رغم وجود أسامي تقيلة جدا في الملعب، أحسن أسامي وأحسن لعيبة العالم موجودة في الملعب، بس في حاجة غلط، مفيش انسجام، في فردية، في أنانية، مفيش روح. اللعيبة مش باصة على بعض في الملعب. لاس بالماس فريق مفيهوش نجوم، لكن كان بيلعب كورة جماعية هايلة جدا، بيدافعوا واحدة واحدة وبيطلعوا بالكورة بشكل هايل جدا. قدروا يخطفوا جون في بداية المباراة عن طريق موليرو، دفاع كاونتر اتاك، لعب هايل جدا. ريال مدريد ماسك الكورة عمال يدور الكورة بشكل غريب. الشوط الأولاني أنت مش فاهم حاجة. الشوط الثاني لما نزل إبراهيم دياز ونزل أردا جولر ونزل رودريجو، الفريق بدأ يشتغل شوية، بدأ يبقى فيه خطورة. تحصل الفريق على ركلة الجزاء، مش هتجيب جون غير من ضربة جزاء، بينجح جونيور إنه يجيبها. غير كده فرديات كبيرة من اللعيبة بتلعب كورة فردية غريبة، اللعيبة بتبصش على بعض، أنانية كبيرة جدا، الكورة بتمشي رايحة جاية مفيش حلول. أنشيلوتي واقف على الخط مذهول من اللي بيحصل. الفريق كان قاب قوسين او ادنى ان هو يخسر 3 بونت. انت لاعب 3 ماتشات في الدوري، تعادلت اول ماتش، كسبت بلد الوليد في النص، تعادلت النهارده. انت هتعمل ايه في التقيل؟ هتعمل ايه في اللي جاي؟ خلاص كله هيتكتل لك ويلعب على الكاونتر اتاك ويعرف انت ايه مشكلتك. ريال مدريد لو ما انسجمش بسرعه الموسم ده هيبقى صعب جدا رغم وجود اسامي تقيله جدا في الملعب.